انما كل ما افتح له سيره الجواز يزوغ مني ويتهرب، ما يكونش حاطط عينه على حد ومش راضي يقول. كلمته كتير وغلب غلبي معاه وحلف لي بانه لغايه دلوقتي مفيش في حياته واحد. هيفضل كده لغايه امتى؟ الواحد مكسوف من عمه، واديك شايفه كل ما يزورنا يلمح بكلام وانا مستعبط، مع ان بنته حلوه وست بيت ممتازه، وغير كده رحمنا. الحقيقه مفيش في ابتسام حاجه تتعيب ابدا، انما نعمل له ايه بس؟ طيب يا سنيه، ما تبقي ليله تسهري معاه شويه وتفتحي له السيره، يمكن ربنا يهديه ويوافق. هو انا في ديك الساعه لما سمير ابني يتجوز ابتسام بنت عمه؟ والله البنت اللي انا بعزها واحبها عشان تشبه المرحوم اختي. ربنا يجعلها من نصيبه. ان اتاخرت شويه الليله ما تقلقيش. فاهمه فاهمه، عشان تبقى في فرصه للكلام. اتفضل انت يا احمد، مع السلامه. الحقيقة يا ماما حكاية الجواز دي لسه ما فكرتش فيها، ودي مسألة. مساله ايه بس؟ هو انت صغير يا سمير؟ نفسي تتجوز واشوفك في بيتك وبين ولادك. كل شيء بأوان يا ماما. ايه رايك في ابتسام بنت عمك؟ ابتسام. مم. ابتسام بنت كويسة وممتازة، ما إنما فيش انما واذا اللي انت ماسكهم دول. ان كان على المهر يا ابني بابا مستعد يساعدك. ومع احترامي لبابا أنا مرضاش إنه يساعدني. ليه يا ابني؟ هو مش ابوك؟ أيوة أبويا، إنما أنا دلوقتي راجل لازم أعتمد على نفسي. الله، ولما ابتدي في تكوين أسرة لازم تكون من عرق جبيني. ابقى سددهم له بعدين ما دام ما انتش عاوز مساعده. ها. ومع احترامي لرأي حضرتك بقول لك إني ما أحبش السلف. ثم ليه تجبريني على حاجة أنا لسه ما. اسمع بقى لما اقولك هتتجوز ابتسام، يعني هتتجوز ابتسام ومالكش دعوه بحاجه. هو حضرتك اللي هتتجوزيها ولا أنا؟ وبعدين معاك بقى يا سمير. نقرا الفاتحه يا ابني وننتظر. بالعربي يا ماما أنا ما أقدرش أتجوز ابتسام. ليه يا ابني؟ مستواها. مستواها ماله؟ مستوره وست بيت ومننا أنا وعندها. عارف اللي عندها وعارف إرادها، إنما أنا ليا مبدأ تاني. هو انا هعرف اقنعك؟ ومبدأ ايه التاني ده يا سي سمير؟ أنا ما أعترفش بإراد يجي كده من غير مجهود. لازم إرادنا يكون من مجهودنا ومن تعبنا وعملنا. اه. قول انك مش عاوزها، ولك منها مش متعلمه. أبدا. كل واحدة دلوقتي متعلمة وغير متعلمة ليها مجالها اللي بتعمل فيه. ايوه، والمثل بيقول اعمل بخمسه وحاسب البطال. تمام، دلوقتي قدرتي تفهميني. لك عليا لما الاقي البنت اللي اشعر بانها تصلح لي هقول لحضرتك. انما حكايه ابتسام دي لا. على كيفك يا سمير، انا يهمني سعادتك يا ابني. ايه حكايتك يا سمير؟ شايفك اليومين دول بتيجي المكتب على سنجة 10، ما تكونش بتفكر في مشروع جواز؟